السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا ميرو للطبخ الصعيدي والافكار، جاي بسلم عليكم مع ملكات اليوتيوب. هنشجعكم وهنبدأ معاكم بتنظيف التربو. زي ما انتم شايفين التربو ده اخر حاجة بالنسبة لي في تنظيفات المطبخ، ولسه هنشوف جروب الملكات هيعملوا ايه. هبدأ معاكم تنظيف التربو بالخلطة الشهيرة بتاعت قناة هبة أبو الخير بوبستا. الخلطة دي جميلة جدا، بتعجبني في تنظيفات المطبخ، حيطان وسيراميك وأرض وكل حاجة، واستعنت بيها في كل خلطاتي ووصفاتي في التنظيفات. زي ما انتوا شايفين دي مية سخنة وشوية اريال وشوية بريل مواعين وشوية كلوركس ألوان زي ما انتوا شايفين، وتقلبيهم مع بعض في الخلطة دي بالمية السخنة. اول ما الاريال كده يدوب مع بعض والخلطه تاخد على بعضيها، تبتدي بقى تنضفي بيها اي حاجه انت عايزاها. انا هنا النهارده استعنت بيها في تنظيف التربو، وكمان جبت الخرطوم وسديت البلاعه بتاعت البانيو وابتديت ادعك فيها. شايفين بقت بربرج ازاي؟ وجبت الخرطوم وانا بشطف عشان اشطف الحاجات. شايفين التربو كان فين وبقي فين؟ يعني حاجة ما اقولكوش بصراحة. وكمان لما لينت الادراج فنزل كل، على بال ما دعكت الجسم بتاع التربو كانت الادراج نصها لان ونصها نضف. هنا خلاص رجعته بيبرج زي الفل اهو، وحطيته في المطبخ ورصيت فيه الحاجات اللي كانت فيه كلها. وانا اتمنى المطبخ كله والله يبقى تربو، والشقة كلها تبقى تربو. بصراحة بيشيل حاجات بالعبيط وبالهبل. ماشي. الفيديو لسه ما خلصش يا جدعان، هنسيب تنظيف التربو. وتعالوا قبل ما القطر يمشي نروح لحبيبتنا وملكتنا في ملكات اليوتيوب، عبير، ازاي نتغير للأحسن، ونشوف عبير عملت ايه في مطبخها ونظفت ايه هي كمان، ونكمل حلقتنا. وبعد ما غسلنا التربو مع ميرو، قناة ميرو للطبخ الصعيدي والأفكار، هندخل على المواعين طبعا ونغسلها. أنا طريقتي في غسل المواعين، بجيب طبعا بغسل بسلكة مواعين العادية، وبجيب الحاجات الكبيرة عندي في المطبخ وابدأ اغسلها علشان ايه توسع عليا، واعرف اغسل المواعين اللي صغيرة زي الاطباق والكوبايات كده براحتي. باخدها بغسلها واشطفها طبعا واكون مهيئة مكان كده علشان اصفي فيه المواعين. ممكن اصفي على الصينية دي، وممكن احطهم على الصفاية التانية من الحوض اللي بيها اني يبقوا ملمومين في حتة واحدة. بعد كده طبعا كالمعتاد بنبدأ بغسل الكوبايات. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان بس وقت الفيديو وما يطولش عليكم. وللعلم ان كمية المواعين دول هم حبة صغيرين مش كتار، ما خدوش 5 دقايق معايا، بس سرعت الفيديو بس علشان تشوفوا ملخص بس اللي انا بعمله. بغسل المواعين، ببدأ بالكوبايات واشطفها، وبعد كده ادخل على الكنك، الشوبات، الكوبايات الكبيرة، الحاجات اللي زي كده بغسلها وانضفها. وبعد كده ادخل على الاطباق اغسلها وادعكها دعكة حلوة. وعندي كمان حاجة بحب اعملها دايما، بحب اشطف المواعين. بعد ما اشطفها اجيب طبق كبير كده واحطها في مية سخنة سخنة جامدة خالص، بتعمل لها مع خل، مية سخنة خالص بخل، بتعمل لها عملية تعقيم كده خالص، وتخلي الاستانلس، الناس اللي كانت بتسأل الاستانلس بيبرق ازاي كده معاكي، لاني بعد ما بخلص خالص غسيل المواعين بجيب طبق كبير كده وبحط فيه شوية مية سخنين جامد وخل، يعني او تحطي بعد ما تخلصي وتشطفيها خالص بالغسيل العادي، تحطي المواعين وعليهم نقطة خل وتشغلي المية سخنة، بحيث يعني مش مهم تغرقيهم اوي في المية، بس يتغلغلوا كلهم. تسيبهم كده 5 دقايق في المية السخنة جدا والخل يتعقموا. بعد كده تنشفيهم وتشيليهم او تصفيهم وتشيليهم على حسب الطريقة اللي انتي متعودة عليها. وكمان لو كستلت مرة على الاطباق في حكاية الغسيل او النقع في الاخر شطف بمية وخل، لازم الحاجة اللي ما بفوتهاش دايما، المعالق والسكاكين لازم تتنقع في مية سخنة مغلية وخل، دي لان هي اللي بتتحط اول حاجة في بق، فلازم يكون لينا طريقة تنظيف وتعقيم ليها خاصة جدا.
بس كده بقى. بعد ما خلصت حبة المواعين اللي عندي وصفتهم، هم حطهم في الحوض عشان هنقعهم زي ما قلت لكم، وبعد كده نقعتهم وحطيتهم في المطبقية. يلا بقى قناة نشوف ازاي القناة. نتغير للأحسن لصاحبتها عبير. خلصت طبعا المواعين، قلت بقى ندخل على الأدراج. لازم قبل ما تبدأي تنضفي دولاب المطبخ بتاعك تنضفيه من جوه قبل ما تنضفيه من بره. فأنا بدأت بقى بالأدراج لأنها مكركبة. ده منظر الأدراج. طبعا لسه ما بدأتش أعمل أي حاجة فيها، هبدأ بالسهل قبل الصعب. وده تنظيف موسمي، انا مش هنضف على العيد ومش هنضف في رمضان، هو ده كده خلاص التنظيف الموسمي. هلمع الدرج بالملمع اللي انا عاملاه للاخشاب، ملمع ومعطر جميل جدا. ده درج انا حاطه فيه مفاتيح الانابيب وجلدها وشويه حاجات كده. هطلعه ومش مكركب قوي بس محتاج تنظيف برضو من اول لاول، لازم ايدك تبقى في الحاجه. ده درج الكركبه وفكره جميله جدا عجبتني. عندي هنا علب حلاوه طحينيه كبيره، حطيت فيها الحاجات اللي استخدامي فيها مستمر او على طول او بحتاجها على طول حطيتها في علبه، والحاجات اللي استخدامها قليل حطيتها في علبه تاني. الدرج اتنظم وبقى زي الفل. فايده التنظيف الموسمي ده ان انت بتطلعي اي كركبه انت مش محتاجاها وترميها او تخلصي منها في اي مكان. ده الدرج الصعب جدا، درج الاكياس. عايزه اقول لكم اكتر درج بنضفه وانظمه كل شهر يمكن. طبعا هطلع الاكياس واطبقها بطريقه الحجاب اللي انتوا شايفينها دي. منظر الاكياس طبعا وهي على الارض شكلها ايه ما اقولكمش، بس على مين هخليهم حبه قد كده. طبعا بعد ما طبقتهم كلهم واللي لقيته مش صالح اتخلصت منه. طبعا عندي هنا برضو علب حلاوه طحينيه حطيت فيها الاكياس دي زي ما انتوا شايفين، 1 2 هما 3. واكياس الساندوتشات دي اللي من ورا في الكيس الصغير دي في الترتيب اللي جاي هجيب لها كده علبه مناديل ان شاء الله باذن الله واحطها فيه. واسفه جدا على صوتي واخده دور برد. يلا بقى نشوف الادراج فيها ايه. ده درج انا العلبه دي حاطه فيها، علبه الحلاوه دي حاطه فيها كل ما يخص الحلويات. دي المعاصم اللي انا بصور بيها، والورق الكب كيك والولاعه، كوتشينه كده كنت ركناها من العيال. و الدرج التاني ده المنظمات اللي انا عملتها بعلب الحلاوه الطحينيه، نفعتني جدا. ما ترميش في حاجات مش لازم نرميها. دي فوط المطبخ، في فوط موجوده وفوط في الغسيل. ده علبه حاطه فيها شمع وكبريت. انا عندي كشاف بس احتياطي لازم اخلي عندي شمع وكبريت. ومفاتيح الانبوبه وجلادها جنبي برضو. دول بقى الدرجين اللي تحت بعض نظمتهم. اللي بستخدمه خليته في درج، واللي مش واللي استخدامه قليل برضو في درج تاني. وهنا الدرج ده حطيت فيه برضو باقي الحاجات. ده حطيت فيه كل بولات الشوربة. يلا بقى القطر مستني، هنروح المنوفية نشوف قناة ابداعات ندى هتعمل ايه في المطبخ بتاعها النهاردة. اوعوا تروحوا في حتة. وبعد ما بطه نضفت لنا ادراج المطبخ، يلا بينا بقى نشوف هننضف الميكرويف بتاعنا ازاي ونخليه فله شمعة منوره. طريقه بسيطه جدا. بنجيب عندنا طبق ونحط فيه شويه ليمون، يعني 3-4 ليمونات كده نقطعهم ونحطهم في بوله، ونحط عليهم شويه من سائل تنظيف المواعين بريلا او فيري وشويه خل، وندخلهم في طبق او بوله، بس اهم حاجه تكون بتدخل الميكرويف، ونشغلهم حوالي 7-8 دقائق 10 دقائق على اعلى درجه بحيث ان هو يغلي معايا، ونسيبه يغلي شويه حلوين كده. ونرجع نشوف بعد ما غليت الميه ديت اللي فيها الليمون واللي فيها الخل واللي فيها الصابون السائل، نشوف النتيجه بتاعتنا عملت ايه. هنا خلاص عدى الوقت بتاعي حوالي 8 دقايق 10 دقايق، وشايفين المية هي بتغلي زي ما انتم شايفين كده، كانت بتغلي عملت بخار بقى على كل الميكرويف من جوه، وده اللي هيدوب الدهون بتاعتي ويخليها تنضف معايا. انا هقفل بقى واسيبه كده حوالي 10 دقايق وارجع تاني عشان كل الدهون تكون ساحت. نطلع البوله بالراحه، طبعا مش هرمي ده، المية دي حلوه جدا، ممكن المع بيها بقى الحنفيات والمع بيها الاحواض، ممكن اغسل بيها حتى المواعين، مفيش اي مشكله. ونشيل عندنا رف الازاز اللي في الميكرويف ونغسله على الحوض ونحطه يتصفى، ونجيب بقى الليفه بتاعتنا ونشوف هننضف الميكرويف من جوه ازاي. هشيل كمان السير ده. دلوقتي عندي كل الدهون بقى دايبه في ثواني بالليفه بتاعتي او السفنجه بتاعتي، وهدعك كده فوق وتحت وكل حته فيه هلاقيه بينضف معايا زي يعني هوا، بينضف بسرعه جدا زي الفل. شايفين ندعك كل الجوانب. طبعا فصلت الكهرباء واغسل بقى كويس جدا حلو من فوق ومن تحت، ولا اديله ايه ليفه حلوه كده ليفه كله كده. ولو في شوايه من فوق نغسلها برضو لان بيتجمع فيها
الدهون. طبعا لمعته بقى بالفوطه بعد ما دعكته كويس، وعندي الرف الازاز اهوت او الصينيه الازاز دي نشفت، حطيتها بقى كده وركبتها. شايفين بقى عندي زي الفل وبقى نظيف. لو عملت الحركه ديت كل اسبوعين هيبقى الميكرويف بتاعك زي الفل ومش هيبقى فيه دهون خالص وهيعجبك. يلا بينا بقى على عزة في القليوبية نشوفها بتعمل ايه. دلوقتي بقى بعد الميكروويف ما خلاص ونضفناه، هننضف دلوقتي الرخامة بتاعة المطبخ. طبعا لو عندك اكتر من رخامة هتعملي نفس الطريقة. انا كده عندي اول حاجة هجيب طبعا الرخامة بتاعتي نضفتها من اي اتربة خالص، مبقاش عليها اي تراب، فانا عايزة اعملها واعقمها كويس جدا. فهجيب معايا بيكربونات الصوديوم، وهبتدي ان انا اوزع على الرخامة بتاعتي كلها بالشكل ده كده، وهحط عليها كده خل. شايفين اول ما هحط الخل هيتفاعل ازاي اهو. وهحط كمان اي مسحوق او صابون غسيل المواعين، بريل او فيري، اي حاجه انت بتستخدميها. ومعايا كده السلكه بتاعه المواعين دي اهي نضيفه وناشفه لسه، انا مش بلها ميه عشان انا عايزه لما ادعك كده تفرك لي الرخامه كويس جدا ببيكربونات الصوديوم، وطلع لي اي دهون او اي حاجه لازقه في الرخامه. وطبعا لازم كل ده عشان التعقيم والتنظيف، علشان طبعا احنا بنقطع وبنعجن بنعمل اي حاجه على الرخامه تبقى متعقمه ونضيفه واحنا ضامنينها كده. طبعا كويس جدا تمشي على الرخامات بتاعتك كلها، او لو هي رخامه واحده زي كده بحب اعملها كده على طول اهي. كويس جدا اهي. والاحراف طبعا واي حواف فيها كده برضو تمشي معاها كده اهي كده كويس قوي. بعد كده بقى بجيب قماشه معايا مبلوله علشان امسح بيها كل الحاجات دي بالميه كده. دي قماشه كده برضو نضيفه بس مبلوله. طبعا كل حاجه نضيفه، لان لو عملتي بفوطه مش نضيفه هتوزعي البكتيريا اكتر على الرخامه ومش هتعقميها كده. طبعا علشان بالميه، فوطه بالميه كده، اضمن ان الصابون وكل حاجه ازلناها من على الرخامه كويس جدا، واشطفها وارجع اعمل بيها تاني. واخر حاجه معايا الفوطه دي كده طبعا نضيفه اهي وصغيره، انا عاملاها للرخامه. ببتدي ان انا انشف بيها بقى كده والمع. طبعا هتشوفوا بقى الرخامه بتلمع ازاي ونضيفه ومتعقمه اهي بالشكل ده كده اهو. خلصتها. شايفين الرخامه بقت جميله ازاي. دلوقتي بقى ان شاء الله هنطلع على المنصورة ونشوف منى. وبعد ما خلصنا الرخامة عند عزة، تعالوا شوفوا ازاي بحافظ على البوتاجاز بتاعي عشان اخليه دايما نضيف، وعشان يفضل دايما نضيف قدامي ويقعد فترة طويلة جدا محافظة عليه. عندي طبعا البوتاجاز بتاعي بقاله كام سنة ما شاء الله، ولسه جديد نوفي زي ما هو، وده بيرجع لحفاظك انتي على الحاجة بتاعتك. انا طبعا بنضف البوتاجاز بتاعي يوميا بعد كل اكلة، وانا غسلت البوتاجاز معاكم كتير فما حبيتش ان انا اعيد الفيديو تاني. بنضفه بغسله عادي بمية وصابون عادي جدا. ده بعد كل وجبة. ليه؟ انا اصلا ببقى مرتاحة نفسيا وانا منضفة البوتاجاز بتاعي. لو البوتاجاز بتاعي مش نضيف ما ببقاش اصلا مرتاحة نفسيا وانا قاعدة بطبخ، يعني وانا بطبخ ما ببقاش مرتاحة نفسيا. وكمان عشان تحافظي عليه ويفضل دايما جديد. هنا بقى التنظيف العميق اللي انا ببقى اعمله له كل فتره، مثلا بغسله بميه، بغسله بسلكه، وبغسله طبعا بالكلوركس الالوان. بحب دايما اغسله بالكلوركس الالوان او بالعلبه اللي هي اللهلوبه دي، اكيد كلكم عارفينها، سواء ده او ده، بس الاغلبيه كلوركس الوان لان هو بينضفه معايا بسرعه جدا وبيخليه نضيف وبيلمع وريحته بتبقى حلوه. وبعد كده بغسل العيون واسيبها تنشف، وبغسل الحمالات وانشفها، وابدا انه انا اغلف الحمالات زي ما حضراتكم شايفين كده طريقتها سهله جدا، يعني مش محتاجه اي حاجه. بس صراحه الطريقه دي بتحافظ جدا على الحماله بتاعه البوتاجاز، وبتخليها تفضل فتره طويله معاكي من غير ما يجي عليها دهون. حتى لو جه عليها دهون من تحت الورق بتبقى حاجه ضئيله جدا جدا.
تمام. بغلفها اهو، هوريلكم الفينش وهوريلكم البوتاجاز بعد ما انا غلفته، وازاي بحافظ على بوتاجازي دايما نضيف وما يجيش عليه دهون. حتى سلك البوتاجاز نفسه، الفيشة اقصد، برضو مغلفاها تمام، باللي هو الشكرتون اللي هو ملون كده. خلاص خلصت البوتاجاز. لو عندي بقى عين ما بستخدمهاش، ببدأ برضو ان انا اغطيها بورق فويل عشان خاطر احافظ عليها وما يجيلهاش اي دهون. كده خلاص خلصت الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. تعالوا بقى كده نروح عند ام حفصة، نروح نزورها في طنطا ونشوف هي هتعمل ايه وهتقدم لكم. وبعد ما نضفنا كل حاجه في المطبخ وخلصنا البوتاجاز وما عادش بقى اي حاجه هنحطها تاني في الحوض، بنختم يومنا بالحوض بتاعنا طبعا بالرخامه كده تنظيف كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده، ده اخر حاجه انا بفضل اعملها في المطبخ علشان بقى اطلع منه والحوض فاضي ما فيهوش اي حاجه، ولا معلقه ولا كوبايه ولا اي حاجه خالص تكون فاضله ان انا هغسلها فيه. شويه بريل على شويه ميه عاديين جدا وحته سلكه، ما فيش اي حاجه اكتر من كده. ببدا اغسل الحوض بتاعي، ولا بحتاج بقى الخلطات ولا اي حاجة. طبعا طالما ايدي فيه على طول عمره ما هيصفر مني ولا عمر لونه هيتغير، ولا هحتاج اجيب اي منظفات تانية يعني تكون غالية او حاجة. هو شوية البريل والمية والسلكة، وبمشي كده زي ما انتم شايفين يوميا. كل ما بخلص المواعين بعمل كده، حتى لو انا غسلت مواعين مرتين في اليوم برضو بعمل كده. بيفضل بقى شكله نظيف كده وجميل. وطبعا هتشوفوا النتيجة النهائية معايا في اخر الفيديو. كل حتة كده طبعا بجيب الرخامة من اولها لاخرها، والحنفيات وكله كده، والفواصل اللي هي بيبقى مكان الاسمنت الابيض دوت، علشان خاطر تفضل نظيفة، لانها ساعات بيجي لها اوقات كده وبتصفر منك، فلازم ننضفها كويس. والحنفية والبلاط كمان اللي هو بتاع الجدار ده، كل حاجة كده مش هتاخد منك ثانيتين يعني. يمكن المقطع ده واخد مني وقت شوية لاني بتكلم وبشرح، لكن مش هياخد منك ثواني والله. زي ما انتم شايفين كده خلاص اهوت. هاخد كل الجناب، مش هنسى اي حته خالص. وطبعا مش عايزه يعني اوصيكم ان الحوض ده اهم حاجه عندنا في المطبخ، لان هو اللي بنحط فيه الاطباق اللي بناكل فيها والحلل اللي بنطبخ فيها. لازم دايما يبقى نظيف ومتطهر علشان نضمن ان مفيش اي ميكروبات ولا اي حاجه هتيجي على الاطباق بتاعتنا. بالشكل ده كده خلاص انا خلصت تنظيف اهوت، وهبدا ان انا اشطف كل البريل دوت من على الحوض بالشكل ده كده اهو. في مساحة كده صغيرة تطلع يعني بشوفها كده للحوض وللرخامة. ان شاء الله هبقى اجيبها، طبعا شكلها تبقى مريحة جدا ان انا احط المية كده واشد بيها البريل على طول، بتنجز في الوقت بصراحة. ان شاء الله هبقى اجيبها. وطبعا ما ننساش بقى اننا ننشف الحوض بعد ما نخلصه شطف كده، علشان اهم حاجه التنشيف. لو انت شطفتيه من غير ما تنشفيه وتسيبيه كده بميته، طبعا الحوض بيبقع منك، بيبقى فيه بقع كده تحسي ان هي مش نظيفه، بس انت تبقي غاسله لكن بيبقى مبقع. اهم حاجه التنظيف. بعد كده المسح كويس جدا جدا، بيخلي الرخامه والحوض عندك بيبرق كده وبيلمع اهو. طبعا النظافه ما بتبانش يا جماعه غير بعد التجفيف، لازم تجففي كويس جدا. طبعا اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم ونشطكم مع فريق ملكات اليوتيوب، وتكونوا تنشطوا معانا كده. وده طبعا اكبر تحدي بينا كلنا، كل واحده عملت حاجه. طبعا بجد اتمنى الفيديو يكون عجبكم وفكرته تكون عجبتكم. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.